السلام عليكم، أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. بس دبي بتغرق. بقالي 3 أيام بحاول أروح. حرفيا دبي بتغرق بمعنى الكلمة، مولات، شوارع، مطارات، فنادق، عربيات، كل حاجة بتغرق. مفيش استثناء. سبحان الله. أول مرة أشوف مطر كده. يعني أنا مثلا شفت موقف زي كده، إن في عربيات بتغرق في الطريق بسبب إن في سيل. في في اللي هو السيول المايه الكتيرة اللي بتنزل مثلا من جبل، من مجرى مائي مثلا لكن مطر في الشارع بيوصل للمدى دوت ويقلب عربيات ويوقع سقف ويعمل كده. حرفيا الطيران الإماراتي أول طيران هيطلع من البحر. مطار دبي بيه عبارة عن محيط حرفيا. المنظر مرعب. انا بقالي 3 ايام بحاول اروح. يعني امبارح خدت الباص بتاع الشغل، قعدت ساعتين على الطريق ورجعت تاني مع عربيات غرقانة غرقانة، مش عربيات مثلا عطلانة في النص، لا عربية غرقانة. الباص بيدخل، المية واصلة. تخيل بقى الباص، شوف قد ايه المية واصلة فيه النص. يعني احنا قاعدين في المية. الحمد لله ما حصلتش معايا، بس في ناس كده. يعني انا الباص اللي انا ركبت فيه كان مبلول سوري. اعذروني، انا بصور من الموبايل، مفيش مايك، مفيش اي حاجه، حتى ايديا وجعاني مش قادر اشيل المايك. بقى مش قادر اشيل التليفون، بقالي 14 ساعه واقف. اشتغلنا كتير. بالنسبه احنا لينا كموظفين فنادق بيحصل معانا ايه؟ احنا بيوفروا لنا اوض على قد ما يقدروا، شيرنج. مفيش حاجه بقى اسمها عمال نظافه، الهاوس كيبنج والريسبشن، مفيش فرق. كلنا بناخد غرف، وكلنا بيوفروا لنا مكان ننام فيه، ميه، اكل، شرب، كل حاجه. يعني انا مثلا شيرنج، انا ريسبشن ومعايا مدير المطعم الرئيسي. المفروض معايا بس هو ما جاش لسه. قاعدين في اوضه في الفندق عادي، من غير ما ندفع حاجه. اصلا احنا مسؤوليتهم يعني. هو كده كده بيوفروا لي سكن، وكده كده بيوفروا لي اكل. بس هما بيوفروا لي مواصلات، وهما مش قادرين يوفروا لي المواصلات انهم يودوني الشغل، يودوني البيت او السكن بتاعي، فبيبيتوني هنا. ممكن اوريكم انا قاعد فين. لحظه واحده اقلب لكم الكاميرا. انا في الدور ال16. يعني احاول اصور لكم. انا في الدور ال16. هو برج العرب فين؟ برج العرب الناحية التانية. الأوضة الأوضة ما بتبصش على برج العرب، سوري معلش بقى. الأوضة متكركبة. كان في حد هنا قبلنا مش عارف، الصديقي اللي معايا دوت خرب الدنيا. سوري. المنطقة اللي أنا فيها يعني كويسة، اللي فيها الأوتيل إلى حد ما. مفيش في أمطار كانت بس. وكان في مية كتير، في أضرار عندنا في الأوتيل، بس ما يعني ايش، يعني ممكن نتحرك حوالين الأوتيل عادي. الدنيا مش غرقانة، لكن الطريق للسكن بتاع الشغل حرفيا غرقان. الستريس بقى في الشغل. كل شوية جست جاي يعيط، المطار، الطيارة. طب أنا عايز أمد ليلة، طب أنا عايز أزود ليلة. الأوتيل اوريدي مليان. الأوتيل أنا هقعد بقى أريح شوية يا جماعة معلش. الاوتيل اوريدي مليان، فهو هنقعده فين؟ مفيش مكان. يعني حتى لو عايز يدفع بدل ال 700 درهم، 1000 درهم، 2000 درهم، مفيش اماكن للجست ده كله. الاوتيلات كلها مفولة عشان خاطر. يعني انا جالي جست النهارده حاجز عندي ليلتين، ودافع مبلغ محترم يعني. وساكن في الشارع يعني بيقول لي انا ساكن في الشارع اللي وراه، بس المدخل بتاع العمارة غرقان ومفيش مية. يعني مفيش كهرباء في العمارة. وكل شوية برضو جيست يجي يقول لي مفيش كهرباء، الكهرباء قطع 3 أيام. احنا عندنا مثلا في مكتب الريزرفيشن عندنا السقف بتاعه وقع. المطرة المطرة صعبة جدا. ف يعني ربنا يكون في عون الناس. مش عارفين بقى الدنيا فيها ايه. انا بقالي 3 ايام، النهاردة 3 يوم بنفس الهدوم بتاعتي. بس كل اللي بعمله ان احنا لينا اوضة زي كده، بنطلع ناخد شاور ونظبط نفسنا. آه، يعني برفن، نغير اليونيفورم كده وننزل تاني. لكن نروح وكده مفيش.
بس انا مروح بكره ان شاء الله، بيقولوا لي الدنيا ظبطت. عندي في باص، يعني مثلا هي الساعة 3 الصبح، وباص يرجعنا على السكن الساعة 12 بالليل. فأنا لو روحت في الباص دوت يا دوب هرجع، يعني أنا هاخد 3 ساعات رايح وهرجع في نفس الباص عشان أشتغل، عشان شغلي 10 الصبح. فأنا قالوا لي أنت بات هنا ما تروحش. يعني هو باص بيطلعوا بيه جاز في مرة يعني بياخد له 3 ساعات في الطريق، ساعتين في الطريق. معلش بقى التليفون لو بيتهز الصوت مش واضح اعذروني يعني. آه، تعبت النهاردة. تعبت. شغل الريسبشن حاجة تاني، ممكن الناس مستغربة، يعني الناس دي بتقف 10 ساعات و12 ساعة وكده. ده الكلام ده في مصر. هنا احنا بنشتغل 19 ساعات واقفين، ما بنقعدش. الموضوع كان متعب بالنسبة لي في الأول، بس بعد كده الواحد بيقف ال10 ساعات دول زي السلام عليكم، مفيش فيها أي مشكلة. النهاردة أنا شغال 14 ساعة عادي. تعب بس يعني عادي، هتستحمل يعني، مش هتموت. لكن لو عمرك ما اشتغلت ريسبشن هتتعب. انا قلت اصور لكم اقول لكم الدنيا هنا فيها ايه. أه والحمد لله يعني ماشية. بس برضو هشتغل هنا، مش هرجع مصر. مش هرجع مصر يعني انا هنا بتمرمط وهاخد فلوس، لكن انا في مصر الواحد بيتمرمط وبيشتغل وبيطلع عين اهله، سوري. يعني وبيشتغل ال14 ساعة برضو وال12 ساعة وعلى ما فيش. لكن هنا الواحد بشتغل 14 ساعة، مش يدوني اوفر تايم المرة دي وكده، بس انا كده كده يعني ايه اللي انا باخده هنا ما بيعيشنيش هنا، بس يعيشني في مصر. يعني انت مثلا تعالى اقعد لك 3 سنين وارجع يعني. بس كده. فانا بشجع الناس انها تشتغل وتلاقي فرصة، او طور من نفسك، طور من مهاراتك، ان انت تقبض بعملة اجنبية في مصر. تقبض بالدولار، تقبض باليورو، اقعد ماشي معاك. لكن لا غير كده لسه بتقبض بالجنيه و4000 و5000 و6000، لا سافر حبيب قلبي، ما تعطلش نفسك، تشتغل ان شاء الله. وبالتوفيق ليكوا جميعا. انا مستني بس الدنيا تهدى شوية. كل ما اطلع من رمضان عايز اصور لكم يطلع لنا العاصفة. فمش عارف اروح فين. دلوقتي اريح شوية بقى عشان نازل الصبح. وسامحوني بقى على موضوع التصوير من التليفون ومن غير مايك والتليفون بيتهز. هشوفكم قريب ان شاء الله. شيسليفا. بسعادة. مع السلامة.